مشاهدينا الكرام، مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان، برحب بحضراتكم حلقة جديدة والمواطن المصري. دايما وزارة الداخلية حريصة على التسهيل والتيسير على السادة المواطنين، علشان كده بتدعو السادة المواطنين لاستخدام الخدمات الإلكترونية، وده بيتم من خلال الحقيقة بوابة وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت أو عبر تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف الذكية. خلينا نستعرض مع حضراتكم عدد من الأخبار اللي قامت بها قطاعات وزارة الداخلية المختلفة. أول خبر معانا مشاهدينا في فقرة الأخبار بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، فقد قامت الإدارة العامة لمعاهد معاوني الأمن قطاع التدريب بتنظيم ندوات تثقيفية تحت عنوان اليوم العالمي لحقوق الإنسان، رؤية مصر من خلال الاستراتيجية الوطنية 2021-2026 بمشاركة طلبة وطالبات المعاهد وعدد من العاملين بالإدارة من ضباط وأفراد وموظفين مدنيين وجنود. حاضر فيها نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بمعاهد معاوني الأمن، حيث تناولت الندوات عدد من الموضوعات كان أبرزها ملامح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، دور وزارة الداخلية في تنفيذها والجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير الخدمات الجماهيرية، وأيضا المبادرات الاجتماعية والإنسانية التي تنظمها الوزارة، جهود الوزارة في حماية الفئات الأولى بالرعاية، جهود الوزارة في بناء وتعزيز قدرات رجال الشرطة لصون حقوق الإنسان. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على توعية العناصر البشرية بكافة أجهزة وقطاعات الوزارة وتوفير كافة السبل التي تساعد على تنمية قدرتهم التثقيفية. وصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مجهزة فنيا ولوجستيا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة بنطاق عدد من المحافظات، حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد 6284 بطاقة رقم قومي وعدد 25922 مصدرا مميكنا. كما وصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، ورقم 15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تمت تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرا على المواطنين. وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل عدد 1253 بطاقة رقم قومي وعدد 238 مصدرا مميكنا.
وآخر خبر معنا مشاهدينا في فقرة الأخبار: وصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، ذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة لتقديم كافة التيسيرات لهم، حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم. وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة. خلصت أخبارنا مشاهدينا، خلينا نستعرض مع حضراتكم عدد من التقارير. وأول تقرير معنا مشاهدينا هو بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وبهذه المناسبة استقبل مركز الإصلاح والتأهيل بدر وفد من منظمات حقوقية محلية ودولية للاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في تأهيل وإصلاح النزلاء وفقا للمعايير الدولية، واللي بيتماشى طبعا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. بدأ الوفد زيارته بزيارة المركز الطبي اللي تم تجهيزه بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، واللي بيضمن تقديم خدمة طبية متميزة ولائقة للنزلاء. واصل أعضاء الوفد اللي بيضم ممثلين عن لجان حقوق الإنسان بمجلس النواب ومجلس الشيوخ ومسؤولي حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والعدل ومنظمات الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان جولته لمركز الإصلاح والتأهيل، وسط إشادة منهم كبيرة بمنظومة الإصلاح والتأهيل للبعد الإنساني، حيث تفقدوا المرافق التأهيلية والتعليمية اللي بتستخدم في تقديم وتطبيق برامج الإصلاح والتأهيل على النزلاء، واللي ساهمت إلى حد كبير قوي في تقويم سلوكياتهم وإصقال مهارتهم الحرفية والفنية المتنوعة والارتقاء بفكرهم وثقافتهم، واللي بيأهلهم طبعا إن هم يعني عند خروجهم الاندماج سريعا في المجتمع. أعضاء الوفد كمان أثنوا على المنظومة الرعاية المقدمة للنازلات الحاضنات بصفة خاصة، واللي بتعد تطبيق حقيقي جدا لإنسانية للسياسة العقابية الحديثة، وأكدوا أن المركز الإصلاح والتأهيل هي تجربة إنسانية فريدة. مشاركة وزارة الداخلية في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان داخل مراكز الإصلاح والتأهيل جت علشان تأكد على البعد الإنساني في السياسة العقابية الحديثة اللي بتنتهجها وزارة الداخلية لإعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان كل الوقت. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، استقبل مركز الإصلاح والتأهيل بدر وفدا من منظمات حقوقية محلية ودولية للاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في تأهيل وإصلاح النزلاء وفقا للمعايير الدولية وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. الوفد استهل جولته بزيارة المركز الطبي الذي تم تجهيزه بأحدث المعدات والأدوات الطبية وبما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة ولائقة للنزلاء. نحتفل بهذا اليوم في هذا الصرح الهام الذي شهد الكثير من التطوير والتحديث على مدار السنوات، تطوير ليس فقط في البنية الأساسية وإنما تطوير أيضا في الفلسفة، وهو تطبيق معايير حقوق الإنسان في هذه المؤسسات مراكز التأهيل. النهارده شفنا المستشفى الموجودة هنا وهناك 175 سرير
على أعلى مستوى. صورة لا تكذب ولا تتجمل، اللي احنا بنتكلم فيه في بنية تحتية موجودة، أجهزة على أعلى مستوى، طاقم أطباء، وهم كمان بيعرضوا السيرة الذاتية الخاصة بيهم وما يتمتعوا به من خبرات، بيدل أننا بالفعل في مرحلة مهمة من تعزيز وإرساء قيم ومبادئ حقوق الإنسان في الدولة المصرية. ساعتها النهارده ان انا شفت اضافه جديده معنيه بالمراه، واللي هي وحده صحه المراه، ومعنى كده ان احنا بنقول رساله للمراه المصريه ان حتى جنحت في يوم من الايام وكانت نزيله في احدى المراكز، فهي ايضا تحت رعايه الدوله المصريه للكشف عليها. واصل أعضاء الوفد الذي يضم ممثلين عن لجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ ومسؤولي حقوق الإنسان بوزارتي الخارجية والعدل ومنظمة الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان جولتهم بالمركز، وسط إشادة منهم بمنظومة الإصلاح والتأهيل ذات البعد الإنساني، حيث تفقدوا المرافق التأهيلية والتعليمية وتستخدم في تطبيق برامج الإصلاح والتأهيل على النزلاء، حيث ساهمت في تقويم سلوكياتهم وإصقال مهاراتهم الحرفية والفنية المتنوعة والارتقاء بثقافتهم وفكرهم، وهو ما يسرع من وتيرة اندماجهم في المجتمع عقب الإفراج عنهم. صرح عظيم جدا 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 في مجال الإصلاح والتأهيل، بناء الإنسان المصري مرة تانية وإعادة تأهيله عشان يخرج للمجتمع إنسان سوي فاعل، بنعمل على رفع كفاءته وتنميته. منهن الوزارة بهذه الخطوات المتخذة وندعو إلى الاستمرار بهذه الجهود التدريبية، بجهود وضع برامج تأهيل، لأنه بالآخر السجناء رح يرجعوا لمجتمعهم. تقوم مراكز بتقديم خدمات التدريب والتأهيل الخاصة بالأعمال اليدوية المقدمة للنزلاء في هذه المراكز. بيطلعوا من هنا معهم شهادات يتم إدماجهم مرة أخرى في المجتمع بشكل سلس وشكل سريع. تعزيز قيمة العمل من خلال الدور اللي بيقوم به مراكز التأهيل ده هيساهم في أكيد الناس دي هتطلع قوة إيجابية للوطن، وده هو ده المطلوب وده الهدف المنشود. أعضاء الوفد أثنوا على منظومة الرعاية المقدمة للنازلات الحاضنات بصفة خاصة، والتي تعد تطبيقاً إنسانياً للسياسة العقابية الحديثة، مؤكدين أن مراكز الإصلاح والتأهيل تجربة إنسانية فريدة. دي نقلة كبيرة، احنا يعني سعداء ان احنا بنشوفها في مصر، وهي نموذج عدد كبير من الدول بتيجي تشوفه وعايزة تتبعه. نتكلم كوزارة خارجية وكلجنة عليا دايما لحقوق الإنسان مع الاتحاد الأفريقي على تطبيق التجربة المصرية. عدد كبير من الدول الحقيقة بتشوف وبتقارن، وإن شاء الله نتمنى التوفيق دايما ومزيد من النجاح. What I have seen here is that the government here is able to provide quality services and quality productive life for inmates. And I think that is something that the other government should aspire to achieve. شفنا فعلا معايير تطبيق وتناول حقوق الإنسان في إن حق الإنسان في الصحة، حق الإنسان في التعليم، حق الإنسان في تنمية المهارة والمواهب. ويمكن حاليا دلوقتي احنا في حضانة الأطفال، يمكن ولادي الصغيرين موجودين مع أمهاتهم في الحضانة. مشاركة وزارة الداخلية الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان داخل مراكز الإصلاح والتأهيل جاءت تأكيداً على البعد الإنساني في السياسة العقابية الحديثة وحرص الوزارة على إعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان. وزارة الداخلية دائما مهتمة جدا بدعم ومساندة
كل المواطنين خاصة المرأة، وده بيبان واضح وجلي من خلال المبادرات المجتمعية والإنسانية المختلفة. وبمناسبة حملة 16 يوم مناهضة العنف ضد المرأة، أطلقت وزارة الداخلية عدد من المبادرات لتقديم الدعم للسيدات في هذه المناسبة. نظمت الوزارة عدد من الزيارات للمستشفيات ودور رعاية المسنات لمشاركة السيدات المرضى والمحجوزات والمترددات على المستشفيات في هذه المناسبة، وتقديم طبعا الدعم النفسي والمجتمعي ليهم وإهدائهم بعض الهدايا العينية، بالإضافة لإيفاد قوافل طبية ده بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية علشان يوقعوا الكشف الطبي عليهم وصرف العلاج أيضا ليهم بالمجان. وطلعت مديريات الأمن بتنظيم احتفاليات بمقر أندية الشرطة على مستوى الجمهورية لعدد من السيدات نازلات دور رعاية المسنات. وطبعا هذا الأمر لاقى وتلك المبادرات لاقت مردود إيجابي رائع جدا لدى السيدات والكيانات المشاركة، وشعروا بمدى حرص وزارة الداخلية على تقديم أوجه الدعم والمساندة والرعاية ليهم. وأثنوا أيضا على حرص الوزارة على المشاركة المجتمعية ليهم في كتير قوي من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنساني والمجتمعي أيضا. حرصا من وزارة الداخلية على تفعيل مشاركاتها الإنسانية والمجتمعية لدعم كافة فئات المجتمع بخاصة المرأة، شاركت الوزارة في حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة من خلال تنظيم فعاليات متنوعة وزيارات للاحتفاء بها بمختلف المحافظات وتقديم الدعم المعنوي لها خلال تلك الزيارات. بنشكر الرئيس السيسي على دعمه للمرأة ووقفته معانا دايما. سعيدة جدا جدا ان انا في وسط اولادي واحفادي ضباط الشرطة الجميلة اللي دايما بياخدوا بالهم مننا. شكرا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي على طول يعني مع المرأة بكل ما أوتي من قوة. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. وتضمنت الزيارات اصطحاب قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي على نزيلات ذو رعاية المسنين، فضلا عن صرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. رجالة ولاد رجالة اتحمي واتشغالة، مصر وراسه فوق مرفوع وسط النار بفوق. تضمنت الفعاليات توزيع هدايا على السيدات بهذه المناسبة التي تحرص وزارة الداخلية على إحيائها سنويا بتفعيلها مبادرات إنسانية واجتماعية لدعم المرأة في كل مكان. كل الشكر لوزارة الداخلية اللي هم جم لحد عندنا وجابوا لنا هدايا جميلة بسطتنا، وكل الشكر لسيادة الرئيس. الرئيس دايما واقف معانا وفاكرنا ويبارك له يا رب مع الناس الغلابة. تأتي هذه المشاركة انطلاقا من دور وزارة الداخلية الاجتماعي الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات مع كافة فئات المجتمع. جايكوا على راسنا من فوق والله، ومتشكرين قوي 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 لرئيس الجمهورية، الله يبارك له، ومتشكرين والله. يا رب يعلي مصر، يا رب يعلي مصر يا رب اكتر واكتر يا رب، ونشوف حاجات حلوه. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. جزاكم الله كل خير على اللي انتم بتعملوه، وربنا يحفظكم من اي مكروه يأذيكم. تحيا رئيس السيسي، تحيا رئيس السيسي بتاع بلدنا، حبيبنا حبيب الكل. كبيرة باستمرار، مصر دي أحلى بلد في الدنيا، كله عارف
إشادة كبيرة من السيدات بحرص وزارة الداخلية على تبني نهج إنساني يدعم المجتمع بكافة فئاته والاحتفاء معهم بكل الفعاليات والمناسبات. الشعب اللي في وقت الشدة دايما عارف سكته فين، واللي بإذن الله بيتحدى ناس لنجاحه كتير كارهين. طول عمر الشعب ده إيد واحدة. حكي بيكوا بالدنيا وبالسيسي وربنا يخليكوا ويخلي الشرطة. نشكر الرئيس طبعا، ربنا يكرمه ويخليه لنا. سعداء جدا بوجودكم معانا، واحنا بنشكر الرئيس السيسي ان هو بيفكر فينا ومهتم بينا ويبعت لنا هدايا. تقدير من وزارة الداخلية لدور المرأة في المجتمع، وهو ما يظهر في الاحتفالات معها بالمناسبات المختلفة وتقديم الدعم والمساندة لها. مشاهدينا، خلصت حلقتنا معاكم النهارده، اتمنى تكونوا استمتعتم بكل ما قدمناه. اتمنى لكم اسبوع سعيد والقاكم على كل خير وسلام الاسبوع القادم باذن الله وحلقه جديده والمواطن مصر.